السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي المتابعين والمشتركين في القناة، والأول مرة شفنا ما تنساش تفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. طبعا احنا عند وعدنا إن شاء الله، أو أنا عند وعدي إن كنت معرف الناس إن شاء الله هيبقى في تقرير من الخميس بالليل لأسعار العصافير غدا. وطبعا أنا التقرير اتأخر، الحقيقة كان نزل من الساعة 7-8 العشاء، بس أنا آسف على التأخير. فإن شاء الله عز وجل بكرة هيكون في لم على كتير من العصافير أو أنواع كتير. وزي ما قلت لكم إن الجمعة اللي فاتت كان في لم على بعض العصافير. طبعا بتبقى طلبيات زي ما قلت، أو بتبقى شحنات مطلوبة من التجار، فالطلبيات دي بتطلب تمام عشان تتشحن بالطلبيه المعينه، كوكتيل لاتيني مثلا، كوكتيل ازابيل، الكلام ده كله، فتكون الطلبيه معينه. فالله المستعان. فان شاء الله عز وجل بكره نكون برضو عند حسن ظن المشتركين في القناه، ونقدر نجيب لكم بكره ان شاء الله افضل تقارير السوق. ودي بعض التقارير اللي انا عرفتها دلوقتي من بعض التجار او من تجار معينه. مثلا على سبيل المثال زي المعلم بشير. المعلم بشير من الناس المحترمة جدا، وزي ما قلت في السوق في ناس كتير محترمة، عشان بس ما حدش يقول انت بتتكلم على حد معين او بتطبل لحد معين او انت ليك مصلحة مع حد معين. انا اقسم بالله ماليش مصلحة معينة او مصلحة مع حد معين في السوق. انا كل مصلحتي اللي تهمني وتهم المشتركين واللي متابعيني في القناة وصول المعلومه، ان انا اوصل المعلومه بالاسعار للعصافير اللي عندي، عشان ما انزلش اخد عصفوره ابيع وخلاص. انا من واحد عندي عصافير اهي جاهزه ان شاء الله هبيعها بكره، ده اذا ربنا قدر ويسر الحال. تمام. فالله المستعان. يعني ما بتكلمش على حد بعينه، بس دي الاسعار اللي هتكون متاحه خاصه مع المعلم بشير، خاصه هتكون متاحه مع المعلم بشير. هنبدا مثلا بالكوكتيل. الكوكتيل الحبشي ان شاء الله عز وجل الشغال عامل 600 جنيه. الكوكتيل الحبشي الشغال عامل 600 جنيه. الكوكتيل المصبع الشغال عامل 800 جنيه. الازابيل عامل 700 جنيه. الازابيل الفواتح عامله 700 جنيه. كوكتيل الشباب اللاتيني، شباب تكون ناشفه، عامل 900 جنيه. كوكتيل الشباب اللاتيني شباب ناشفه سلامه الصحه والريش عامله 900 جنيه. الكوكتيل اللاتيني الكبير الشغال عامل 1200 جنيه، برضه سلامه الصحه والريش والكلام ده كله. تمام. اللهم صل على النبي. الاستراليات، الاسترالي الشغال عامل 210. استرالي كبير شغال عامل 210. استرالي شبابيات عامله 170 جنيه 180 جنيه. الفل الفواتح اكتاف شجر بدون اخضر عامل 500 جنيه. دي اسعار اللم يا جماعه، دي اسعار اللم مش اسعار التداول. طب الاسعار دي يا رضا ممكن تختلف في التداول؟ ممكن تختلف. يعني مثلا الكوكتيل اللاتيني الشبابيات عامل 900 جنيه، ده لم تجار. لكن في التداول ما بيني وبين زمايلي بعته ب8، بعته بعته ب9، بعته ب9.5، بعته ب1000. دي اسعار تداول لازم تختلف عن اسعار اللم. اسعار اللم بيكون ارخص من التداول شويه، عشان ده تاجر بياخد ويسلم ويصدر والكلام ده كله. مثلا زي الكوكتيل اللاتيني الكبير الشغال عامل 1200 جنيه، ده في اللم. طب في التداول ممكن يوصل ل 1400 جنيه. ما هو التاجر اللي بياخد ب 1200 هيبيع بكام؟ هتلاقيه بيبيع 1300 1350 1400، هو ورزقه. تمام. قلنا الفلل فواتح اكتاف شجر بدون الاخضر 500 جنيه. بلاك فيس ازرق شباب عامل 1000 جنيه. بلاك فيس شباب ازرق عامل 1000 جنيه شباب. الفلل الاسود الصفرة 600 جنيه. الروز الالبينو شباب عامل 700 جنيه. وما اقول كلمه شباب، بعض التجار بيشترط الشباب تكون شباب ناشفه، مش شباب لسه المنقار اسود، لا بيعتبروه زغاليل. تمام. الكركات
الكركات 325 جنيه، كركات 325 جنيه. الانجليزه مستوى قوي، انجليزي مستوى قوي عامل 2000 ونص، ده طبعا سعر الاصل. انجليزي مستوى قوي عامل 2000 ونص. الانصاص مستوى قوي برضه عامله 1300 جنيه. الانصاص مستوى قوي عامله 1300 جنيه. كده خلصنا اسعار الكوكتيل واسعار الاسترالي بجميع انواعه. تمام. فاضل الروز، فاضل الروز. معانا الروز الالبينو الشباب، الروز الالبينو الشباب عامل 700 جنيه. الروز الالبينو الشباب عامل 700 جنيه، وطبعا شباب يعني شباب برضه ناشفه. الروز الكبير اللاتيني الاصفر عامل 900 جنيه. الروز الكبير الوان بدون الاخضر، الروز عموما الوان بدون الاخضر عامل 800 جنيه. الروز الشباب الالوان غير الاخضر برضه عامله 525 جنيه. الروز اللاتيني شباب ناشفه، الروز اللاتيني شباب ناشفه عامله 575 جنيه، 575 جنيه. بكده يكون انتهينا من اسعار الاسترالي شباب وكبير. انتهينا من اسعار الكوكتيل شباب وكبير. والحبشي الكبير عامل 400 جنيه، الحبشي الكبير عامل 400 والشغال عامل 600 او 375 الشباب الناشف. بكده يكون انتهينا من اسعار الاسترالي شباب وشغال، وانتهينا من اسعار الكوكتيل شباب وشغال، وانتهينا من اسعار الرز شباب وشغال. وان شاء الله عز وجل غدا يكون في التقاء في سوق السيدة عائشة، وان شاء الله هيكون التقاء هيكون مبكر شوية ان شاء الله، لان بعض الناس احيانا بتزعل من نزول التقرير متأخر او التصوير متأخر. فان شاء الله هيكون في تقرير بكرة بدري ان شاء الله باسعار اللم واسعار التداول، والناس اشترت ايه وبكام وبارقام تليفوناتها ان شاء الله عز وجل مع قناة اخوكم رضا السني. اللي اول مرة يشوفنا ما ينساش الاشتراك في القناة عشان نستمر في القناة ان شاء الله عز وجل. وبشكر المتابعين المشتركين في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قناة اخوكم رضا السني.